صوماليين ناس مؤهلين. تعال بريطانيا معظم الدكاترة داخل المستشفيات صوماليين. أنا نفسي استلمت الجنسية البريطانية من صومال، يعني عمدة البلد في مانشستر هناك في إحدى المقاطعات في مانشستر صومالي. الصوماليين ناس حملت شهادات عليا، ناس أذكياء، ناس متعلمين في كل مكان مش فقط في بريطانيا. ولكم أن تسألوا كل الناس، عليكم أن تنصفوا يا من تعرفون الإخوة الصوماليين وخصوصا في أوروبا وفي أمريكا. وإلهان عمر خير دليل، هذه اللاجئة التي دخلت الكونغرس الأمريكي داخل وتبلي بلاء حسنا وتنصر الإسلام والمسلمين أكثر من أبوكم وأكثر من سلمان وأكثر. هذا الصومالية فقط لو وزنت هذا الصومالية إلهان عمر التي تنصر الإسلام والمسلمين وتنصر قضية العرب داخل الكونغرس الأمريكي، والله أن حجابها يوزنكم كلكم يا محمد بن سلمان وابوك وكل من يدورون في فلكه. ماذا تتخيل أنت؟ هذا الهمج المتخلف، هذا الشوارعي يأتي ويتكلم على شعب الصومال. ما أدري هل هو يعلم أو لا يعلم أو يتجاهل أو هو معبى بهذا الفكرة أن الشعب الصومالي لهذه الدرجة رخيص ومش عارف إيش والناس يجنسوهم. لا، من قال لك هذا الكلام؟ ثم أنهم في قطر أيضا، ورأيتهم في قطر في أرقى الأماكن، يقول لك قطر تجنس الصوماليين عشان توديهم ليبيا. كذب وافتراء. والله أنهم في قطر في مراكز مرموقة وفي وظائف عالية ودكاترة ومهندسين وما شاء الله ومدراء وإعلاميين كبار صوماليين ومن جميع الجنسيات. فلا تسخر أحد أبدا من الشعب الصومالي، فأنت أقل.